والله لولا ان انت ابويا مصر ولولا ان انت راجل كبير هحطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لقد رأيت الثقب في سفينتك منذ البداية، ولكنني قررت الإبحار معك ظنا بأن الحب يصنع المعجزات، ولكن هيهات. يعني كريس وود خلاني أطلع شعر. يعني ده اللي بتكلم عليه، ده اللعيب الكابتن بتاعي كريس وود، الخشبه النيوزيلنديه. هو ولا طلع خشبه ولا طلع نيله، طلع حته ابلكاشه معفنه. ودي بس كان نفسي اقول الكلمتين دول قبل ما ابتدي الحلقه. ويلا بينا نروح نكمل البدايه. صنفت ان هي من اسوأ جولات فانتازيا الدوري الانجليزي على مر التاريخ باراء جميع الناس اللي بتقدم المحتوى بتاع فانتازيا الدوري الانجليزي. بالفعل، وهي بالفعل يا صديقي اسوأ جولة. مع ان انا بالنسبه لي ما حطيتش عليا قوي، بس لا، اللي انا كنت متوقعه لان انا عامل خاصيه الفري هيت ان انا اجيب رقم اكبر من كده بشويه حلوين. بس وحتى من غيظي انا حطيت الفيديو بتاع كريس وود، اللي هو الفيديو المضحك ده، عشان كريس وود ده كان الكابتن بتاعي في الجوله، وهو خيش طبعا مع ناس كتيره خيشت. وطبعا هو طلع ولا كريس وود ولا حاجه، هو طلع ابلكاشه معفنه، مش خشب، ده مش خشب، ده حته ابلكاشه معفنه ملهاش لازمه. وطلع بدري ونكد علينا كلنا الناس اللي مكابتنينه، وهارد لك ولينا على الموضوع ده. النهارده طالع اتكلم على التشكيله بتاعتي اللي هي الجوله الثالثه، لان انا فعلت فيها خاصيه الفري هيت، وقلت يا ترى هي نجحت ولا يا ترى هي فشلت. فده برضه هنشوفه مع بعض، لاني اعتقد ان هي لو نجحت او ناس شايفاها ناجحه ممكن بعد كده تبتدي تقتنع بكلامي، ناس شافتها فاشله ممكن تعمل عكس كلامي وتنبسط. تمام. فدلوقتي هنعرض لكم التشكيله بتاعتي وهنشوف الدنيا فيها ايه، ويلا بينا نبتدي الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وعشاق ومتابعي فانتازيا الدوري الإنجليزي. أهلا بكم في حلقة جديدة مع أخوكم محمود الشيكس، يعني مجنون فانتزي. دلوقتي أنا طالع أوريكم التشكيلة بتاعتي والفري هيت اللي أنا عملته في الجولة اللي فاتت، ويا ترى الفري هيت ده أنا فشلت فيه ولا لأ كويس، لأ أحسن من الكويس كده. دلوقتي زي ما أنتم شايفين التشكيلة دلوقتي أنا هحطها قدامكم. انا كنت جايب في الجون طبعا دفاع من نوتنجهام فورست، سلس الناس اللي هي خذلتنا بقى فعلا زي ما قال الكتاب، حاجه يعني فريق منتن يعني سبحان الله. وهنتكلم عنه تاني، يعني هنرجع لسلس ده لان كده كده عندي 3 لعيبه من الفريق ده، فهنتكلم عنه كتير، فمش محتاج اخد وقت في لعيب واحد. طبعا الحاجه الوحيده الجميله اللي حصلت لي في الجوله دي بالنسبه لي ان انا زي ما انتم شايفين اول مره اعمل يعني الدفاع، سواء انا حاطط 3 أو 4، اول مره يجي لي كلين شيت من كلهم. يعني انا حاطط 3 جايبين لي كلين شيت. عملت مغامره ونجحت الحمد لله، بتاع 2 من نيوكاسل، ومحدش فكر فيها خالص، بس انا عملتها، ودي برضه رفعتني في الرانك وظبطتني بصراحه. وده كان اليوم الاول بحلاوته بجماله، ومعاهم كده مبيمو زي ما انت شايف جايب 10 نقط، وما عندناش اي مشكله. اليوم الاول انا قلت خلاص كده ايه، احنا الجوله دي خلاص معديه. جينا بقى تاني يوم الاحد الممتاز، اللي هو مش ممتاز خالص، هو الاحد البليد المعفن اللي طالع بكحك قد كده للناس كلها. الماتشات وبالاخص الماتشات اللي من الساعه 4 ل 6 بجد يا جماعه، يعني دول الماتشين دول دمروا ناس كتير والله. طبعا زي ما انت شايف في نص الملعب ما شاء الله ارقام منوره، بيعلمونا الحساب 1 2 3. بارنيز طبعا الحاجه اللي انا مش متوقع ولا حد متوقعها ان هو ما يبتديش، او على الاقل إيلانجا ما يبتديش، او على الاقل إيلانجا لا ده ولا ده ابتدوا الاثنين، نزلوا مش عارف الدقيقه 60 او 70 وجابوا له كل الناس نقطه. فهارد لك للناس اللي فكرت كده كانت بتفكر صح، مفيش كلام. بس هي مفيش بقى، انت ما تفهمش المدرب، هو طلبت معاه بقى انا هلاعب ليفرامينتو اللي هو باك ورا، هلاعبه فاهم قدام، والناحيه الثانيه جاكوب ميرفي اللي هو فاهم انا عجزت يا جدعان، وفي النص هلاعب شاب جديد اوليسي. احنا كنا متوقعين ان هو يلعب، بس مش كده يعني. غير خالص في التشكيله وعمل حاجات غير منطقيه. فطبعا بارنس جاب لي نقطه، وطبعا جاكبو انا مش متوقع منه اكتر من كده، بس انا الميزه ان انا غيرت صلاح واستفدت بيه، لان في الاخر هما الاثنين جابوا 3 نقط، فالموضوع ما زعلنيش.
وطبعا الخشبه النيوزيلنديه الجربانه، الكابتن بتاعي اللي منور قدامكم كلها. انا الكابتن بتاعي بس لو كان جاب جون واحد يا جماعه كانت الجوله دي فرقت معايا، كنت مثلا دخلت في كاتيجوري 70 80، كنت هطلع رينك محترم. انا بعد الجوله دي كنت ل 6 مليون، نزلت الحمد لله 3 مليون 600 حاجه زي كده يعني. فهي بالنسبه لي مش وحشه، بس هي في المستوى العام وحشه جدا جدا، هي نكد على الناس كلها. واللي فلت ده الناس اللي بتعمل حاجه غير المنطق، اللي هي الديفرنشن بقى، جايب لعيبه فعلا جابت نقط بس هي مش في حسبان الناس خالص يعني، زي لوكاس باكيتا والناس دي اللي هي جابت نقط وبون الناس كلها حبته ومحدش عامل في حساباته يعني. والحمد لله اخويا هالاند اللي انا غلطت ان انا ما كابتنتوش، ان هو جاب جون، اي نعم انا مش مستني منه جون برده برقمه ده، بس هي فري هيت، قلت هو افضل في الجوله دي والحمد لله طلعت صح. جو بيدوز على وضعه البرنس، بس ومفيش طبعا غير جيبسون وايت، كريس وود، سيلاس، طبعا نوتنجهام فورست اللي اتوقعت 3-0، حاجه غير منطقيه والله العظيم، يعني حاجه تحرق الدم. فهي دي تشكيلتي يعني انا جايب 58 نقطه، ويعني حلو شويه، بس هو على الورق لا طبعا انا يعتبر ضيعت مني دي خاصيه مهمه زي فري هيت، لان المفروض ان هي تجيب المتوقع الاكسبكتد اكتر من كده بشويه، يعني مينيمم مثلا 70. بس انا هقول لكم بقى هي بالنسبه لي نجحت لسبب اخير يعني. انا قارنتها ما بيني وما بين فريقي القديم، انا هحط لك فريقي القديم دلوقتي وهحسب لك نقطي قدامك، هتلاقي ان الفرق لا محترم يعني. لو انا كنت فضلت على الفريق القديم كان ممكن انزل مثلا لل 8 مليون، اروح لاخر الدنيا، اخر حته في الارض. فطبعا الفري هيت بالنسبه لي نزلني اصلا 2 مليون وحاجات او 3 مليون، فهو بالنسبه لي انا شخصيا كمحمود هو ناجح، لان هو على الاقل انا تخطيت مرحله كنت ممكن ازعل فيها جامد، وبعد كده هبتدي بقى ان شاء الله اظبط الدنا. وهي دي كانت الحلقه باختصار، يا رب تكون عجباكم. وان شاء الله يعني دلوقتي في توقف دولي، انا هحاول اعمل بس حلقه يعني على الاسبوع الجاي او في اخر الاسبوع عن تشكيله الوايلد كارد، لان برضه غالبا هعمل وايلد كارد لان انا فريق في الضياع. واعتقد ان اغلبيه الناس محتاجه الوايلد كارد ده، لان الفرق عندهم متدمره والاصابات، والتوقف الدولي برضه هيبين اللعيبه لما ترجع. بس برضه احنا ممكن نحضر وايلد كارد لانه ممكن يقعد يتغير فيه لغايه الديدلاين بتاع الجوله اللي جايه. فان شاء الله هنزل لكم بيه برضه كده نشوفه مبدئيا لغايه قبل الجوله، برضه هيبقى فيه تغييرات. وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.